ليه مهم تختار صح لما تيجي تتجوز؟ خليني اقولك ان انت مش محتاج تتجوز بنت تعيش معاها سنة او شهر او شهرين وتنفصل بعد كده. لا، انت محتاج بنت في حياتك تكون زوجة حنينة طيبة محترمة، بتحبك بتحب اهلك، تعرف تربي ولادك صح، وحط 100 خط تحت انها تعرف تكون ام مسؤولة وزوجة مسؤولة وحد واعي وحد بيصلي وبيعرف ربنا، عشان لو مش بتصلي هتلاقي كمية مشاكل في العلاقة لا تعد. ومحدش يقول لي الصلاة ملهاش علاقة بحياتنا، لا، ليها علاقة، ليها علاقة ونص. فانت محتاج تختار بنت على قدر من الوعي والاحترام والدين قبل ما تكون معاها شهادة واو، لان الشهادة لوحدها والشكل الحلو بس ما يكفيش اصلا يبقى مطمن معاها. الشكل مهم بس مش الاهم، الاهم بكتير قوي طبعها، اخلاقها، حبها ليا، تقديرها ليا ولاهلي، اهتمامها بيا. فدي تستاهل ان انت تديها عينيك، دي تستاهل ان هي تتشال على الراس، دي تستاهل 100 محاولة مش محاولة واحدة بس. في بنات تستاهل ان انت تتعب علشانها، تستاهل ان انت توفر لها كل حاجة ممكن تخليها مبسوطة على قدر امكانياتك، تستاهل ان انت تشاركها كل حاجة لو بتحبها وهي بتحبك وفي بينكم ثقة. وافتكر ان الحب والجواز بينجح لما يكون في مشاركة بينا، لما يكون في دعم بينا، لما يكون في احترام بينا وتقدير.